بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وصلنا لعصاك وعكازك هما يعزيان. الحقيقة في العصا والعكاز دي سمعت أكتر من تفسير، لكن أحد الآباء الروس قال إيه هي العصا والعكاز اللي يتكل عليهم ابن ربنا، وقال هما الإيمان والرجاء. واللي عنده إيمان وثقة في تدبير الله في حياته، واللي عنده رجاء في الأبدية اللي مستنيانا، دايما متعزي مهما كانت المشاكل ومهما كانت الحجارة اللي بيمشي عليها الخروف في الطريق، لكن هو دايما عينه مرفوعة يا إما على الراعي يا إما على السماء، فمطمن بوجود الراعي اللي هيدافع عن الديابة، وهو ده الإيمان. وشايف كمان الراعي واخده على السماء، وهو ده الرجاء. الإنسان اللي عنده إيمان والإنسان اللي عنده رجاء دايما متعزي. ليه؟ لأنه ما بيبصش تحت رجليه، لكن بيبص للزمن الجاي وبيبص لقدرة ربنا. مش بيبص للمشكلة، لكن شايف ان ورا المشكلة تدبير، وورا المشكلة حب، وورا المشكلة حل. وشوية شوية ربنا بياخدنا من خطوة لخطوة ويشيلنا على كتافه ويمشي بينا. علشان كده يا ريت كلنا نبتدي نقرا شوية في كل الكتب اللي اتكلمت عن الإيمان، زي بستان الروح أو زي كتب قداسة البابا اللي اتكلمت عن الإيمان والرجاء. الحقيقة مفيش مرة كنت أحس فيها إن أنا مضغوط من الخدمة وأقرأ كتاب عن الإيمان وأقرأ كتاب عن الرجاء إلا لما أحس فعلا عصاك وعكازك هما يعزياني. ربنا يدينا دايما قوة الإيمان والتطلع بالرجاء، حياتنا هتختلف ودايما هنبقى فرحانين.